صباح الخير. تخيل كده وانت ماشي تلاقي تمثال طلع لك من الأرض. طب ونتخيل ليه؟ وده أصلا واقع على جزيرة أسوان، أو مسماها العلمي إليفانتين بأسوان. بصوا، في وسط البيوت النوبية هنلاقي إيه؟ تمثال جزء منه مدفون في الأرض. التمثال دوت لملك اسمه سنوسرت الأول، كان حكم في الأسرة الثانية عشر، وموجود معبده على نفس الجزيرة. أرجو ما ننتقدش الوضع ده. التمثال يعني فيه أسباب كتيرة متعلقة بعدم خروجه من الأرض، ولكن على الرغم من ان احنا مش قادرين نطلعه من الأرض، إلا انه موقعه هنا متميز في وسط البيوت النوبية. النوبيين هنا بيسموا التمثال ده كوميدريس، معرفش ليه سمينه كده. حاولت أعرف بس للأسف ما فهمتش او ما عرفتش ليه سموه كده، ولكنه محبوب ما بين كل الاطفال. مفيش حد عاش هنا على الجزيرة الا ولعب وطلع على كتاف التمثال ده. يا رب تكونوا انبسطتوا من المعلومة دي. اشوفكم في حلقة تانية معلومة جديدة. السلام عليكم.